هحاول أحكي لكم حكايتي مع طنط عفاف أم أحمد صاحبي. أحمد ده مش صاحبي وبس، ده أخويا وجاري وكل حاجة بالنسبة لي. اتعرفنا من واحنا عيال صغيرة وما افترقنا بعدها أبدا، ابتدائي وإعدادي وثانوي مع بعض. بيتي كان هو بيته والعكس، أكننا عيلة واحدة بس عايشين في شقتين، بل شقة واحدة. كانت طنط عفاف ست طيبة وجميلة ودمها خفيف. طول سنين اللي فاتت عمري حتى ما بصيت بصة وحشة لطنط عفاف، على الرغم ان هي كانت ست حلوة وجميلة ومتجوزة من ابو احمد. كان راجل كبير في السن، عنده 50 سنة، وبيتخانقوا مع بعض كتير. ما كنتش اعرف ليه، بس انا كنت بعتبرها حد من العيلة. ده غير ان هي ام صاحبي، يعني كنت بتعامل معاها بكل حسن نية وبراءة. بس اللي حصل ما كنتش أتخيله ولا يخطر على بالي إن هو يحصل في يوم من الأيام. الموضوع كله بدأ بعد ما خلصنا الثانوية العامة ورحت أنا وأحمد نقدم في التنسيق علشان نختار الجامعة بتاعتنا. كان نفسي نكون مع بعض الجامعة واحدة، بس للأسف ما حصلش. أحمد كان مجموعه في الثانوي أقل مني، وللأسف لما طلعت نتيجة التنسيق كان هو في جامعة وأنا في جامعة تانية. المشكلة الأكبر إن كان هيروح جامعة بنها، كان هيسيب القاهرة ولازم يسافر. طب ما أنا جيت لجامعة عين شمس. ما كنتش فرحان ولا مبسوط، كنت زعلان على صاحب عمري، كنت زعلان إن هيسيبني ويمشي ويعيش في حتة تانية. ودي كانت أول مرة نفترق فيها. اتفقنا إن هو هينزل كل أسبوع علشان المسافة مش بعيدة قوي بين هنا وبينها، وجي يوم السفر ورحت أوصله علشان يركب ويسافر، ووصاني أخد باله من أمه ولو عايزة حاجة أجيبها لها. قلت له عيب عليك، انت مش هتوصي على والدتي يا أحمد. وسافر صاحبي وسابني لوحدي، وفضلت محافظ على وصيته مع طنط عفاء. كل يوم وانا جاية من الجامعة أكلمها أشوفها محتاجة إيه علشان أجيبه لها معايا. ما كنتش مخليها محتاجة حاجة رغم إن جوزها موجود معاها، بس كانت دايما بتطلب مني أي حاجة هي محتاجاها، وكنت بجيبها لها، وكنت بجيب لها كل طلباتها، وبعمل لها كل حاجة في الشقة. حتى الأنبوبة لو محتاجة تتغير كنت أنا اللي بروح وبغيرها لها، وكل حاجة كانت ماشية عادي وزي الفل. واستمرينا على الحال ده شهور، والدنيا كانت زي الفل، لحد ما في يوم باب شقتنا خبط. كانت الساعة حوالي 1 بالليل. قمت علشان أفتح بسرعة. كانت طنط عفاف أم أحمد صاحبي، كان باين على وشها إن هي بتعيط. دخلتها بسرعة وأنا بقول لها مالك يا طنطي، فيكي إيه؟ وبحاول أهديها. أمي طلعت على صوتها من الأوضة وشافتها وهي منهارة من العياط، خدتها وقعدوا في الصالة وهي بتقول لها في إيه يا عفاف يا حبيبتي؟ مالك بتعيطي ليه بس؟ قوليلي إيه اللي حصل؟ شكلها وهي بتعيط كان مقطع قلبي، وفضلت قاعد علشان أسمع هي بتعيط ليه. بس هي بصت ناحيتي وأمي فهمت قصدها، كانت محرجة تتكلم قدامي. أمي قالت لي ادخل جوه يا عمر وسيبنا لوحدنا. دخلت على طول، حاولت أسمع من أوضتي علشان أعرف هي بتعيط ليه. ما سمعتش كل حاجة، اللي سمعته إن طنط عفاف اتخانقت مع جوزها خناقة كبيرة معرفش إيه سببها لأني ما سمعتش كويس. بس عرفت كمان إن جوزها ساب لها البيت ومشي وقال لها بيت بره. صعبت عليا قوي، كان نفسي أدخل أطبطب عليها وأحضنها وأقول لها معلش يا طنط، كان شكلها فعلا يقطع القلب. أمي هدتها ورجعتها شقتها، ولما رجعت أمي من عندها حاولت أسألها إيه التفاصيل، مرضتش تقولي أي حاجة. قالت لي ده كلام ستات ملكش دعوة بيه، المهم اعمل حسابك إنك هتبات النهاردة عند طنط عفاء. استغربت قوي وقلت لها ازاي، ما ينفعش وما يصحش. قالت لي جوزها سابها وحالتها صعبة، وانا مش عايزاها تبقى لوحدها وهي في الحالة دي، وابوك هنا ما ينفعش اسيبه ولا ينفع اجيبها تبات معانا هنا، وبعدين انت طول عمرك بتبات هناك، ايه الجديد يعني؟ قلت لها ايوه بس احمد صاحبي بيبقى هناك، ما ببقاش لوحدي. المهم امي اصرت علشان عايزاني اخد بالي منها، وانا فعلا كنت معطر مع اني بعز طنط عفاف جدا، بس قلت عيب وما ينفعش، انا دلوقتي مش عيل صغير زي زمان. بس رحت وما قدرتش ارفض. كنت انا وهي لوحدنا في الشقة، كانت حالتها صعبة وعينيها حمرة من كتر العياط. حطيت عشاء وقلت لها يلا ناكل مع بعض. قالت لي ماليش نفس، كل انت يا حبيبي بألف هنا. قلت لها وحياة احمد عندك لازم تاكلي معايا، وبعدين امي لو عرفت اني كلت وسبتك هتذبحني. قامت وقعدت جنبي علشان تاكل، وهي بتقعد خدت بالي ان هي لابسه قميص نوم، شكلها كانت لابساه لجوزها قبل الخناقه. وقعدت وكلت معايا، وقمت وعملت شاي ورجعت وقعدت جنبها وقالت لي انا تعبانه قوي معاكي عمر، شايله همي وهم جامعتك وهم البيت عندك، وكمان هتبات معايا النهارده غصب عني، انا حاسه اني بتكل عليك.
قلت لها ازاي تقولي كده يا طنط؟ انتي معزتك عندي فوق ما تتخيلي، وبعدين مفيش ست تتضايق ان بيتقال لها ان هي حلوة، بس انا كان نفسي الكلام ده يبقى من جوزي، علشان كده أثر فيا. قلت لها هو اكيد شايفك حلوة واحلى ست في الدنيا، وقالت لي ولا احلى ولا حاجة، هو مش شايفني اصلا، اكنه هوا قدامه. في حاجات مش هتقدري تفهميها يا عمر، بس الست تحب جوزها يشوفها احلى واحدة في الدنيا على طول. اوعى لما تتجوز تعمل كده. صعبت عليا وهي بتتكلم، واستغربت قوي ازاي جوزها بيعمل كده مع انها زي القمر. قلت لها وانا بحاول افرفشها، لو مراتي هتبقى في نص جمالك كده يا طنط عمري ما اشيل عيني منها خالص. كلامي خلاها تبتسم لأول مرة، فرحت قوي وحسيت اني بهون عليها. قامت وقالت لي انا هدخل اغير هدومي واجي نتفرج على فيلم مع بعض. قلت لها ماشي يا طنط انا مستنيكي. وقامت ومشيت قدامي، ودي كانت اول مرة ابص عليها وهي بتمشي. اتضايقت من نفسي قوي وبصيت على التلفزيون بسرة. انا كنت فاكر ان هي هتغير هدومها لحاجة تانية تنفع تقعد قدامي بيها، بس اللي حصل كان العكس. خرجت بلبس ما ينفعش ابدا اشوفها بيه، تفاصيل جسمها كلها قدام عينيا، كان صعب عليا ما بصش عليها. وجات وقعدت جنبي على الكنبة وانا مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. حاولت اعمل نفسي مركز على التلفزيون وهي بتكلمني برد حتى من غير ما ابص عليها، خايف ابص بصة اندم عليها بعد كده. خدت بالي مني وقالت لي ما تبص ناحيتي يا ولا وانا بكلمك، هو انت متنحح في التلفزيون قوي كده ليه؟ لفيت راسي وبصيت عليها، كانت قدامي اكنها عروسة، واكني اول مرة اشوفها في حياتي. شفتها قدامي ست، مش مجرد طنط عفاك جارتي ام احمد صاحبي. قلت لها انت حلوة قوي يا طنط، وجوزك ملوش حق ابدا يسيبك ويمشي ابدا. قالت لي انت كلامك بيهون عليا كل حاجة، ومسكت ايدي وحسيت ساعتها الكهرباء بتجري في كل جسمي. وقامت وقفت قدامي اكنها بتستعرض نفسها ولبسها. الموقف كان صعب اصلا من ان واحد في اولى جامعة يستحمله، ولقيت نفسي بقف قدامها وباخدها في حضني من غير ولا كلمة، وانا مش مصدقة نفسي. طنط عفات بين ايديا، وفضلنا كده حوالي دقيقتين او 3. بعدها مسكت ايدي من الايد وقالت لي تعالى ندخل الأوضة. ودخلنا الأوضة ونامت قدامي وأكنها بتقولي تعالى اعمل كل اللي نفسك فيه. حاولت أسيطر على نفسي بس ما قدرتش، كانت كل حاجة فيها بتغريني، لبسها القصير وجسمها المشوق أكنها لسه عندها 30 سنة. ما قدرتش أتحكم في نفسي، وفجأة لقيت نفسي في حضنها وعملت معاها علاقة. وتاني يوم الصبح لقيتها مجهزة الفطار وبتقولي اصحى يا عريس انت تعبت قوي امبارح. قلت لها انا بحبك قوي يا طنط عفاس. قالت لي يا حبيبي انا عمري ما حسيت اني ست غير وانا معاك، وما اقدرش استغنى عنك تاني ابدا.